السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا قلنا نعمل مع بعض اكل السمك زي ما انتم شايفين كده، سمك مقلي. انا فاتحاه زي ما انتم شايفين كده، وهنشوف مع بعض الطريقة كلها والوصفة كلها من اولها لاخرها. وعملت سمكتين بوري في الفرن، وعملت سمكتين سنجاري. حبشت من السمك اللي عندي حوالي 2 كيلو او كيلو ونص سمك، عملت منه التشكيلة اللي انتم شايفينها. تعالوا نخش على المقادير ونشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. بصوا هنا يا حبايبي، اول حاجه بدات فيها انا غسلت السمك غسله نضيفه خالص تمام تحت الحنفيه. طبعا كل بيت عارف السمك بيتغسل ازاي، ما حبيتش اشغلكم معايا. انا هنا جبت السمك البلطي قطعته نصين زي ما انتم شايفين عشان السمكه كبيره. عملت لها دقه فلفل اخضر، فلفل حار، ملح، كمون، ليمونه كامله. كله ضربته، ده كله خلطه ضربتها في الكبه. وجيت ماسكه حاشيه السمكتين دول ودخلتهم التلاجة شويه عشان خاطر يشربوا من التتبيله. هنا بقى تعالوا، هنا بقى انا مسكت جبت بطاطسايه بشرتها، بطاطسايه كبيره بشرتها مع بصلايه قطعتها شرايح، بقدونس حبه بقدونس صغيرين، طماطم ما خدتش القلب بتاعها. هقول لكم القلب انا عملت ايه فيه عشان ما رميتهوش. قطعتها شرايح كده. الليمون ده قشر ليمون، عصرت الليمون وخدته معايا بردك في كوبايه. عندي هنا الليمونه اهوت عصراه. عندي هنا سمكتين بوري تمام، ودول السمكتين اللي انا هعملهم سنجاري. نعملوا خلطة السنجاري تمام مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، هنا حطيت في الصينية معلقتين زيت تمام. وجيت هنا جايبة البطاطس اهيت اللي انا بشراها احطها في الصينية كلها. انا هنا نزلت بالبطاطس اهي، وهنزل بكل الخلطة. انا عايزة اقول لكم بس البطاطس بعد ما تغسلوها تمسكوها تنقعوها في شوية مية عشان النشا ينزل منها، وتصفوها كويس قوي من النشا بتاعها من المية. انا حطيت كل الخليط على بعض اهوت، وهدرب الخليط كله بعضه زي ما انتم شايفين كده. انا هنا بقى هنزل بعد كده بالدقه دقه السمك اللي انا عملتها في الاول. انا كل اللي زودته عليها قلب الطماطم عشان انا ما رميتهوش تمام. حطيته جيت ضرباه في الخليط زي ما انتم شايفين كده. دربت كل الخليط في بعضه زي ما انتم شايفين كده اهوت. تمسكي تدربي الخليط قوي قوي بايدك عشان كله يشرب من بعضه. وتمسكي الخليط تفرديه في الصينيه زي ما انت هتشوفوا معايا دلوقتي اهوت. اديني فردته في الصينيه زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت. وبعد كده هجيب السمك. بعد كده جبت السمك قدامكم اهو. السمك ده مفتوح من الظهر، تخلي بتاع السمك هو بينضفه لكم يفتحه لكم من الظهر زي ما انتم شايفين كده. والتتبيل والدقه انا ما حطيتهاش كلها على الطماطم والبصل والبطاطس. انا خدت نصها والنص التاني. وزي ما انتم شايفين كده، شايفين بفتح السمكه ازاي. تحطي في قلبيها التتبيله في الاخرام دي وفي الحتت اللي انت فتحتيها دي. وتشربي السمكه بكل التتبيله السمكتين بنفس الطريقه. ماشي. وهترصيهم في الصينيه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي معايا اهو. بس شايفين انا بعمل ايه؟ بنفس الطريقه اللي انا بعملها كده. والله العظيم عايزه اقول لكم ريحه التتبيله اصلا بالخلطه اللي انا عاملاها جباره. وتغمسي بيها بعيش كده بتبقى طعمها تحفه، او مع رز ابيض او مع رز صياديه. تمشي معاك في كل الطرق. شكلها جميل جدا. نفس الطريقه في السمكه التانية عملتها اهيت. خلاص انا خلصت. هحط بقى عصير الليمون عليها، واحط شويه الزيت عليها ورايح جاي كده عشان يدي لمعه للسمك ويبقى طعمه حلو مع السمك. وهرص قشر الليمون زي ما انتم شايفين. وهدخلها الفرن ونرجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى حاطه ايه حبه رده في الصينيه زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها السمكتين البوري تمام اهوت وبدرتها كويس. تعالوا بقى هنا عند الفرن. انا هنا نزلت الشبكه بتاعه الفرن على الصاجه من تحت خالص. انت عايزه تشويه على الصاجه مفيش مشكله. في ناس بتحب القشر الاسود ده بيبقى في السمك اكتر. انا عندي ولادي ما بيحبوش كده. فانا حطيت دي عايزن ما بين الاتنين، بس هتشويه ويطلع زي الفل. وهتقفلي عليه الفرن وتسيبيه. بس كل شويه تبص عليه. وبعد كده في نص التسويه توربي الباب شويه علشان خاطر ما يعرقش على السمك تمام. ويطلع لك السمك زي الفل. بصوا هنا بقى بعد ما خرج من الفرن شايفين لونه جميل ازاي. هنا بقى عملت توم بقشره مش توم مفروم. الخلطه الاولانيه كانت بتوم مفروم، ديت عاملاها بتوم بقشره. تحطي فلفل اخضر، تحطي كمون وملح وليمونه، وتضربي كله في الخلاط مع سنه خل. وتيجي بقى ايه حطها مع حبه ميه، وتيجي ماسكاه بقى رشها على السمك كده. بيطلع زي طعمه زي العسل. و... وخلاص على كده. هقول لكم ايه تاني. تعالوا بقى نشوف المرحله الثالثه. وهنا كمان السنجاري اهوت خرج معايا من الفرن زي ما انتم شايفين كده. ريحته جميله جدا اهوت وزي الفل. وهنعمل بقى بعد كده السمك المقلي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنا بقى جايبه دقيق اهوت زي ما انتم شايفين ماشي. وهمسك بقى ايه السمك نقليه اللي احنا تبلناه في الاول خالص. بص السمك انا فاتحه ديل السمكه لما قسمتها من النص فاتحاها ازاي. فاتحاها تتبليها زي البانيه. وهنا جايبه طبق فيه ميه. هنا بقى جايبه فيه الطبق فيه ميه تمام اهو زي ما انتم شايفين. حطيت في الدقيق وهحطه في الطبق وهصفيها كويس يا دوبك بس ياخد طبقه ميه. واجي مبدراه تاني عشان يبقى مقرمش معانا. الفكره بتوع السمك بيعملوا كده بالظبط. هحطها بقى في الزيت اقليها ماشي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكل واحده بعملها بتبقى بنفس الطريقه دي.
هنا خلاص بقى. شوف الصينيه بعد ما مسكت جبت بقى الصينيه، حطيت على ورقه سيلفر، وبص السمك شكله جميل ازاي. بص راس السمكه انا فاتحاها وقليها على الجنبين، بص تحسي ان انت بتاكلي بانيه، والسمك مقرمش وجميل ولا محروق في اي حاجه. بصي ودايب دوب. تاخدي حته السمكه كده طعمها جميل، والسمك السنجاري الخلطه بتاعته روعه، تغمسيها بالعيش طعمها زي العسل. وبص المشوي عملنا اكله سمك كمان. وبص المشوي شايفينه عاملين زي الزبده ازاي. بص مهر السمكه ولونها جميل ازاي. تاكلي حته سمكه جميله بالف هنا وشفا على كل اللي ياكل. كل سنه وانتم طيبين. بالله عليكم ما تنسوش اخواتنا في فلسطين بالدعاء، ربنا يرفع عنهم البلاء في حق الايام المفترجه ديت يا رب، ويبعد عنهم كل حاجه وحشه. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس. لو عوزتوا اي حاجه ابعتولي على انستا. باذن الرحمن اطبقها معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.